كانت الفئران تعيش بسعادة في هذه المنطقة لمئات السنين حتى قبل أن يأتي الناس لبناء القرية ثم يغادرون. ولكن بعد أن غادر الناس عاش الفئران أفضل أوقاتهم وصنعوا أنفاقا عبر المنازل والمباني القديمة المهجورة ليتحركوا من خلالها بحرية دون وجود أي خطر عليهم. عقدت الفئران اجتماعا سريعا وخلاله قال أحد الفئران: إذا عاد القطيع بهذه الطريقة مرة أخرى فإن مجتمعنا محكوم عليه بالهلاك. واستكمل قائلا: لن نحظى بفرصة أخرى للنجاة. منذ زمن بعيد كانت هناك قرية قديمة مهجورة حيث كانت مليئة بالمنازل والشوارع والمحلات التجارية القديمة الفارغة، مما جعل هذه القرية مكانا جيدا لتعيش فيه الفئران. كانت الفئران تعيش بسعادة في هذه المنطقة لمئات السنين حتى قبل أن يأتي الناس لبناء القرية ثم يغادرون. ولكن بعد أن غادر الناس عاش الفئران أفضل أوقاتهم وصنعوا أنفاقا عبر المنازل والمباني القديمة المهجورة ليتحركوا من خلالها بحرية دون وجود أي خطر عليهم. عقدت الفئران اجتماعا سريعا وخلاله قال أحد الفئران: إذا عاد القطيع بهذه الطريقة مرة أخرى فإن مجتمعنا محكوم عليه بالهلاك. واستكمل قائلا: لن نحظى بفرصة أخرى للنجاة. منذ زمن بعيد كانت هناك قرية قديمة مهجورة حيث كانت مليئة بالمنازل والشوارع والمحلات التجارية القديمة الفارغة، مما جعل هذه القرية مكانا جيدا لتعيش فيه الفئران. كانت الفئران تعيش بسعادة في هذه المنطقة لمئات السنين حتى قبل أن يأتي الناس لبناء القرية ثم يغادرون. ولكن بعد أن غادر الناس عاش الفئران أفضل أوقاتهم وصنعوا أنفاقا عبر المنازل والمباني القديمة المهجورة ليتحركوا من خلالها بحرية دون وجود أي خطر عليهم. مع الفئران الذي عقدت يعيش قريبا من هذه البحيرة إنه في تلك وخلاله قال أحد الفئران: إذا عاد القطيع بهذه قال ملك الطريقة الفيلة: مرة بالطبع أخرى فإن أتذكر تلك مجتمعنا القرية، محكوم لكننا لم عليه نكن نعلم بالهلاك. بوجود مجتمع واستكمل للفئران قائلا: هناك. لن نحظى قال بفرصة الفأر: أخرى بل كان للنجاة. قطيعك قضى منذ على العديد زمن من بعيد المنازل كانت التي هناك عشنا قرية فيها منذ قديمة مئات السنين. مهجورة حيث ولو كانت رجعت من مليئة نفس الطريق بالمنازل ستكون والشوارع تلك النهاية والمحلات التجارية بالتأكيد. القديمة نحن الفارغة، صغار مما وأنتم جعل عمالقة، هذه القرية ولهذا أطلب مكانا منك أيها جيدا الملك أن لتعيش فيه تسلك طريقا الفئران. آخر للعودة إلى المنزل. واستكمل الفأر قائلا: ومن يدري، ربما في يوم من الأيام يمكننا نحن الفئران مساعدتكم أيضا.